واخيرا الفيديو المنتظر عن الاير فراير هو اتاخر شويه، بس التاخير كان يستاهل عشان قررت اجرب فيها حاجات كتير قوي، ولسه كمان بجرب فيها حاجات تانية بس عشان اقدر اقول لكم رايي فيها بكل امانه. قبل اي حاجه لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو، وتعالوا يلا نبدا على طول. مبدئيا كده زي ما انتم عارفين القلايه نوعها شارب، انا عملت لها فيديو منفصل على القناه، كنت بعمل معاكم انبوكسنج من اول ما اشتريتها لحد ما قلنا تفاصيل الجهاز كله وازاي بتشتغل وايه مميزاتها وكان سعرها بالنسبه للاجهزه التانية ازاي. فبصراحه هي من الاختيارات المميزه جدا واللي هتبقى افوردبل بالنسبه لناس كتير في ظل الظروف الحاليه. طبعا احنا كان لازم بقى نجرب فيها حاجات كتير. انا الفيديو اللي فات ما كنتش جربت فيها حاجه معاكم وعملنا انبوكسنج ليها، بس الفيديو ده قررت بقى ان انا اجمع لكم معظم الاكلات اللي انا عملتها فيها لغايه دلوقتي. طبعا دي اول حاجه زي ما انتم شايفين كده، ما تستغربوش انا عملت فيها ريش لحمه، والريش عندي كمان كانت يعني كبيره، ما كانتش ريش اللي هي رفيعه، لا كانت ريش كبيره. تقبلتها كويس جدا وكنت سايباها يوم في التتبيله، وبعد كده حطيتها زي ما انتم شايفينها كده على البرنامج اللي هو الخاص بالستيك. هو بيظبط درجه حراره 200 وبيديني 12 دقيقه. طبعا انا خدت معاها وقت اطول من كده، انا شغلته تقريبا مرتين عشان اخد السوى اللي انا عايزاه. ده النتيجه كانت بعد اول مره، هي ابتدت تاخد لون من بره كده، لكن حسيت انها ستيل محتاجه تسويه للحمه نفسها. فعشان كده عملت ايه المره اللي بعدها، قررت ان انا اقلل درجه الحراره، زودت الوقت عليها وقللت درجه الحراره عشان ما اخدش لون زياده. طبعا هي الميزه انها بتنزل كل الدهون، اي دهون زياده انت مش عايزاها في الاكل. فطبعا هي عشان نوع الحله نفسها بتاعها بيسمح بكده. زي ما انتم عارفين كان عندي ديلونجي، الديلونجي ما كانش فيها الاوبشن ده لان الحله نفسها كلها كانت فيلات. فكانت الدهون بتنزل بترجع تاني تبقى في الاكل، فما كانش فيه، ما كنتش حاسه قوي ان كان في طريقه ان انا اتخلص بيها من الدهون. لكن بصراحه النوع ده واللي هو شبيه بفيليبس فهو بيخلصنا من الدهون بسهوله. قللت درجة الحرارة زي ما انتم شايفين علشان خاطر تاخد وقتها في السوا، وسبتها كملت سوا وطلعت بجد كانت روعة. انتي بقى عايزة تزودي لها قطعة فحم بقى من عندك، دي بقى التركات بتاعتك، لكن انا بوريكم طريقة التسوية بتاعتها. مستوية جدا، واخدة لون حلو قوي اللي انتي بتوصلي له بصعوبة قوي لو عملتيها سواء على شواية او على فرن. ما احتجتش بقى ان انا كل شوية ان انا بقى قلقانة انها تتحرق او يجرى لها حاجة. انا يعني من وقت للتاني كنت بقلبها، افتح ابص عليها اقلبها الناحية التانية. بصراحة في أول حاجة كانت النتيجة مبهرة وعجبتني جدا. وآدي كده بقية الدهون اللي نزلت من اللحمة كلها. طبعا انتوا عارفين يعني طالما خلاص جبتوا اير فراير فانتوا أكيد بتدوروا على لايف ستايل مختلف، بتدوروا على حاجة صحية. عايزين تتخلصوا من كمية الدهون، حتى يعني الدهون بتاعة اللحمة في ناس ممكن تشوف انها دهون طبيعية فهي صحية، لكن في ناس بتبقى عاملة دايت او عاملة حمية غذائية فبتبقى عايزة تمنع الدهون تماما عشان تنزل في الوزن. طبعا بقى تاني اختيار كنت حابة قوي ان انا اجربه واشوف هل هي فعلا هتنفع في الطعمية او مش هتنفع. فللأمانة يعني انا عجينة الطعمية دي انا بعملها في البيت، ان شاء الله الفيديو الجاي هنزل لكم طريقة عمايلها بطريقة سهلة جدا جدا، ما بتاخدش وقت خالص ولا غلبة، ومش محتاجين اي حاجة عشان نعملها، لان في ناس بتستصعبها قوي مع انها سهلة وبسيطة. فالطعمية عملتها وزي ما انتوا شايفين كده، ورشيت رشة زيت عليها، بس هي بتطلع اوكي بتستوي كل حاجة، بس مش زي المقلية خالص. يعني لو قلنا ان البطاطس اللي بنعملها بتكون قريبة قوي للبطاطس المقلية وبتكون تقريبا نفس طعمها، لكن الطعمية كانت بعيدة خالص. يعني الطعمية المقلية حاجة، اللي متعودة عليها مقلية حاجة، ودي حاجة تانية. دي بتكون ناشفة، هي من جوه طريه وكل حاجه، بس من بره بتكون ناشفه، ما بتبقاش ما بتحسيش انها بتديكي التكتشر بتاع الطعميه اللي انت بتقليها في الزيت. فبرضه في ناس مش هتتقبلها. يعني انا من الناس بصراحه ما تقبلتش الطعميه خالص في الاير فراير. اما بقى لو انت مضطره ونفسك فيها فاكيد هتعمليها كده. يعني لو انت ماشيه على دايت معين وممنوع انك تاكلي مقليات خالص، فانت طبعا هتعملي الاختيار ده طالما هو متاح في الاير فراير، ما حرمتيش نفسك من حاجه نفسك فيها تاكليها وتكون في نفس الوقت صحيه. انتوا عارفين الطعميه المقليه بتشرب زيت كتير قوي، فطبعا بتبقى من الحاجات الممنوعه تماما في الدايت.
فدي كانت مختلفة خالص عن المقلية، وانا عن نفسي جربتها مرة وما عملتهاش تاني بصراحة. نيجي بقى للكفتة. الكفتة هنا يعني انا بعملها كده بحيث ان انا نصبعها على اي حاجة خشب او حاجة او سيخ عندك، علشان تبقى مفرغة من جوه فتستوي معاكي بشكل اسهل. اسهل واسرع الاتنين. انا عملتها بصراحة، الجميل فيها انها بتطلع كلها نفس السوى، واخدة تقريبا نفس اللون. فدي الحاجة اللي عجبتني فيها قوي. هتقولي ليه ما عملتيهاش على الشواية؟ على الشواية مش بتديني نفس التأثير ده. يعني لو كنت صورت لكم ان شاء الله في مرة هصور لكم الكفتة اللي بتبقى على الشواية، هتلاقوها مختلفة تماما عن اللي بتتعمل في الاير فراير. فانتي بتتجنبي انها تلزق معاكي في الشواية، وفي نفس الوقت بتاخدي سوى موحد لكل الكفتة اللي موجودة. فبصراحة وكمان ما خدتش وقت، يعني بصوا اتعملت خدت بالظبط اللي هم ال 12 دقيقة اللي بتوع البرنامج الستيك الخاص باللحوم، خدت 12 دقيقة. جربت فيها برضو زي ما انتم شايفين السمك المقلي، انا من الحاجات اللي بحبها قوي السمك المقلي. ويعني اوقات كتير برفض ان انا الجا له علشان برضو كمية الزيت والمقليات، وان انا اقلل المقليات في الاكل. فلقيت الاير فراير ادتني النتيجة بالظبط. يعني بجد هتنبسطوا، يعني السمك هتنبسطوا جدا. يعني تعمليه على اعلى درجة حرارة، يعني مش هياخد وقت علشان ياخد لون معاكي بسرعة، وبيطلع مقرمش زي المقلي بالظبط. وبيطلع ممتاز بصراحة. عايزة تحطي عليه دقيق، مش عايزة تحطي، انا بصراحة حطيته في الدقيق وخد معايا زي ما انتوا شفتوا كده تقريبا ال 12 دقيقة اللي موجودين، مش اكتر من كده بعد التقليب طبعا. فكانت من الحاجات اللذيذة قوي برضو ان انا قدرت اتغلب على السمك المقلي واعمله في الاير فراير. فكان من الحاجات الناجحة برضو معايا. عملت فيه برضو الهوت دوج. طبعا هو كان اصلا عندي مفرز في التلاجة، فهو اوريدي في برنامج دي فروست موجود للحاجات الفروزن. فانا شغلته على برنامج الفروزن، فهو اوريدي فك واستوى الاتنين. انا بس قلبته واستوى على طول، ما خدش وقت. برضو دي من الحاجات اللي كانت يعني بتتحرق معايا وانا بعملها على الطاسة على النار، بتتحرق معايا وبتبوظ معايا، ما بعرفش اظبطها ابدا. الحاجة بقى اللي احنا يعني كلنا بجد بنبقى محتارين فيها، هي البصل المقلي بتاع اللي بتعمليه للكشري. البصل المقلي ده هو كان حاجة أساسية على طبق الكشري، وملوش حل عندنا ومنعرفش نتصرف فيه ازاي، وهو لازم يتقلي في الزيت. انا بصراحة انبهرت بالنتيجة لما جربته في الاير فراير. حطيته في شوية نشا وسبته شوية، وحطيته في الاير فراير مع رشة زيت. بصوا النتيجة عاملة ازاي، كله طالع نفس اللون، مقرمش. مقرمش جدا. النتيجة ما فرقتش تماما، بل بالعكس خفيف، مش شارب زيت. فبصراحة كانت النتيجة مبهرة، أنصحكم بجد تجربوه في الإير فراير. بالنسبة بقى طبعا كنتوا سألتوني هي بتاخد قد ايه الفراخ في الاير فراير. انا حطيت الفرختين دول كانوا حوالي فرخة تقريبا كيلو 100 او كيلو 200، انا مش فاكرة بالظبط. فهي خدت فرختين وستيل فيها مكان فاضي زي ما انتوا شايفين. فتقدري تسوي فيها فرخة كبيرة، تقدري تعملي كده. وطبعا بالنسبة بقى لدبابيس الفراخ فهي هتاخد كمية برضو كبيرة، يعني مش اقل من 12، من 12 ل 14 واحد لو انت عايزة تعملي فيها دبابيس فراخ. طبعا سويتها. انا كنت المرة دي بعملها مع تورلي، مجموعة خضار كده قطعته وحطيته معاها. ده طعم، وطعم الشوي حاجة تانية. فلو انت هتحطي معاها خضار هتديكي طعم، هتعمليها لوحدها هتديكي طعم الشوي. مع الخضار بتاخد كده من نكهة الخضار وبيبقى طعمها مختلف. فانا عملتها بصراحة، عملت الاتنين، جربت معاكم الاتنين. جربتها مرة بالخضار زي دي، ومرة تانية هتشوفوها دلوقتي مشوي بس. كانت رائعة. الفراخ حطيتها زي ما هي، تعمدت ان انا ما اقطعهاش، ان انا اسيبها صحيحة عشان اشوف التسوية بتاعتها. وعشان بتبقى شيك قوي في العزومات، لو انت عندك عزومة وعايزة تقدميها بشكل شيك، فهي بتبقى اشيك وهي الفرخة كده بتتقدم صحيحة.
نيجي بقى للفراخ المشوية، والله يا جماعة ما تفرقش خالص عن بتاعة المطاعم والمحلات، طلعت زيها بالظبط. يعني لو انت عايزة تحسسي ولادك كده ان انت جبت لهم كده أكلة من بره، هتعملي لهم طريقة الفراخ ديت في الاير فراير، هتطلع زي الفراخ المشوية اللي انت بتجيبيها من بره بالظبط. بصوا لونها، اللون بجد يجنن. يعني شكلها لوحده كفاية. انا جربت واحدة بس، علشان قلت لكم كنت حابة اجرب مرة بالخضار ومرة لوحدها، فجربت فرخية واحدة بس، والنتيجة بصراحة عجبتني جدا. تخلصنا زي ما انتوا عارفين من كل الدهون اللي موجودة. وان شاء الله يعني هوريكم برضو طريقة تنظيف الاير فراير. موضوع تنظيفها برضو الحمد لله سهل خالص، مش صعب زي فيليبس. على فكرة فيليبس اللي هي نظام الشبك ده، يعني ما انصحش اي حد ان هو يجيبها حتى لو هي براند عالي وكل حاجة. لكن الشبك ديت صعبة جدا جدا في التنظيف، يعني عن تجارب ناس اصحابي اعرفهم، فما انصحكوش بيها ابدا. لكن اللي هي الطبقه بتاعتها كده بتكون تيفال، دي بتكون تنظيفها سهل جدا باي سبونشة، بتتنضف بسهوله. حبيت برضو أجرب فيها البيتزا السريعة. في يوم كنت مستعجلة وكان عندي مشاوير بره، فكنت جاية متأخرة وخلاص عايزة أعمل حاجة سريعة للغدا وللولاد. فكان عندي عيش تورتيلا في الفريزر، فطلعته وعملت برضو الصلصة برضو سريعة، حطيت عليها كان عندي اللي هو التوم اللي بيبقى موجود في زيت، ده من الحاجات اللذيذة قوي والمنجزة معاكي، بتنفع في حاجات كتير، خليه دايما عندك في التلاجة. وزودته على الصلصة مع شوية بصل باودر وشوية زيت، وخلاص كانت عندي الصلصة جاهزة. قطعت بس أي حاجة عندك في التلاجة بقى، شوية فلفل أي حاجة، قطعتها. والعيش التورتيلا على طول بتنجز علشان مفيش وقت للعجين، فدايما بيكون عندي كده بحطه احتياطي في التلاجة. طلعته وحبيت ان انا ايه يعني ادلعهم شوية، فعملت طبقتين. لكن انتي تقدري تعمليه طبقة واحدة بس من العيش، وبرضه بتطلع النتيجة لذيذة قوي. حطيت ما بين كل طبقة والتانية برضو صلصة وموتزاريلا، وحطي بقى اي حاجة موجودة عندك بتحطيها. الموضوع مش بياخد وقت خالص، يعني كنت على ما بعمل التانية بتكون خلاص الأولانية طلعت. الموضوع مش محتاج أي وقت ولا عجين، ولا فرن ونقف قدامه ونستنى السوا ونخاف حاجة تبوظ، لأ. أنا حطيتها زي ما هي، تقدري تديها رشة زيت من فوق أو تحطيها زي ما هي كده، ما بتاخدش أي وقت، بتطلع لذيذة. قطعتها زي البيتزا بالظبط. وعجبت الولاد قوي، هتكون تغيير وكمان حاجة سريعة، تقدري كمان تعمليها الصبح في اللانش بوكس، مش هتاخد معاكي أي وقت. من الحاجات المنجزة برضو، وهوريكم برضو أنا ازاي عملت في الاير فراير كذا حاجة خاصة بالفطار علشان المدارس الصبح، حاجات كلها سريعة ومنجزة. فبصراحة هي من الحاجات اللي عجبتني قوي، الحاجات اللي بقت قريبة لقلبي، أنا بستعملها كتير جدا الحمد لله. يعني ما شفتش منها لغاية دلوقتي أي حاجة مش تمام. فمن الاختيارات الموفقة قوي اللي أنصحكم بيها، جميلة ومنجزة وسريعة وسهلة التنظيف. طيب كان في حد بيسألني برضو عشان في الكومنتات قال لي هي انها بتسخن من بره وغلط لو عندي طفل او حاجة ومسكها. فبصراحة انا ركزت مع النقطة دي وقلت عشان ارد عليها، فلقيت انها البادي نفسه من تحت مش بيسخن لدرجة ان هو يلسع طفل صغير، لا، انا ايدي محتملة ان انا احط ايدي عليها. اما البادي من فوق فهو بيسخن. انا حسيت ان هو بيسخن، لا ما ينفعش طفل يمسكها من فوق. لكن الجزء اللي تحت ده هو اللي يهمنا، لان انا بتعامل مع الجزء اللي تحت اكتر. بشد الدرج ممكن ايدي تيجي فيه، بما ان البادي من بره ستانلس، فلا هي مجرد بتدفى، فحتى لو ايدك جت عليها مش هتتلسعي ولا هتحسي ان في حاجه ضايقتك. هي بتكون في حراره، بس الحراره من فوق في الاير فراير من فوق. يا رب اكون قدرت اوضح لها كده النقطه، عشان هي كانت قلقانه من حاجه زي كده. شفتوا بقى البيتزا اللي فاتت كانت طالعه جميله ازاي؟ كانت روعه بجد، طريه وما نشفتش ولا اي حاجه، بجد يعني تستاهل التجربه. من الحاجات الحلوة كمان اللي أنا بعملها فيها إن أنا بحمص أي مكسرات. جايبة لوز عندي، جايبة كاجو، جايبة ايه تاني بيتحمص يا جماعة؟ السوداني. المكسرات عامة بتتحمص بتطلع جميلة، متاخدش وقت. طريقتي في تحميصها بسيبها الأول شوية تبتدي كده تطلع الرطوبة اللي فيها، وقبل ما تبتدي تاخد لون بكون عملت المحلول الملح بتاعها. لو انتوا حابينها مملحة، لو مش حابينها خلاص بتسويها عادي وتسيبيها. انا بحب بصراحة المكسرات تكون مملحة شوية، فبحط محلول الملح عليها واقلبها بسرعة واسيبها كمان شوية تبتدي خلاص برضو
تبتدي تنشف بقى عشان تديني القرمشه بتاعه المكسرات، وبتطلع نتيجتها روعه جدا. طبعا اللي كانت بتعملي ده برضو الديلونجي، كنت بعمل فيها المكسرات، عملتها معاكم قبل كده، وكانت برضو من الحاجات اللي نتيجتها ممتازه في الديلونجي، لان الديلونجي فيها دراع تقليب. فانا كنت هنا قلقانه انها ما تستويش كويس لان ما عنديش دراع تقليب، لكن الديزاين بتاع الحله نفسه بيسمح ان الحاجه تتحمر من فوق ومن تحت بنفس السوى من غير ما تحتاجي لتقليب. فبصراحه النتيجه كانت حلوه جدا زي ما انتم شايفين، كله سوى واحد، خدت لون وقرمشه الاتنين. فبطلعه كده على اي حاجه برضو تكون مصفى او حاجه، علشان برضو ايه الحراره، واسيبه ينشف بقى خالص، وبعدين بحطه في علبه وعلى التلاجة، او بتسيبيه عندك بره زي ما تحبي، وبتستعمليه بقى تاخدي شويه كده. يعني بالذات اللوز مهم قوي، لو بتاخدي شويه كده قد كف الايد تاخديه بشكل يومي، من الحاجات المهمه وفوائدها كتير قوي، خاصه بالنساء خصوصا بعد سن ال30. ايه تاني جربنا فيها؟ الذرة، ده كان عندي ذرة اصفر، برضو من الاختيارات الصحية. الذرة حلوة قوي، من الحاجات المشبعة لو انتي بالليل حسيتي بالجوع، خارجة مثلا وعايزة، يعني خايفة ان انتي تعكي بره، فمن الحاجات الحلوة اللي بتاخديها معاكي. ممكن بتعمليه، في ناس بتحبه مسلوق وبتاكله مسلوق كده، وفي ناس بتحب انها تديله شوي. فانا حطيته مجرد هو 10 دقايق، ابتدى بس ياخد لون بسيط معايا، خلاص انا طلعته، ما حبيتش فيه اكتر من كده. بصوا من جماله، يعني الولاد خدوه كلوه قبل ما انا اكمل تصوير. فدول اللي عرفت اصورهم. اللون اتغير زي ما انتم شايفين، اللون بقى ذهبي وحلو كده، والحبوب الذرة نفسها كانت طرية. ف من الحاجات السريعة، ما احتاجتش بقى ان انا اسلقه في مية او اطلع مية واعينه، وفي نفس الوقت تقدري بقى يعني تطلعيه كده وتفرفطيه وتعينيه في قلب كيس وتقفلي عليه في الفريزر، وتستعمليه بقى مع السلطات، مع التونة، مع اي حاجة عايزة تستعملي فيها تحطي فيها الذرة، من الاختيارات الصحية برضو اللذيذة. وطبعا زي ما انتم عارفين مش هننسى، احنا في موسم البطاطا يعني، فهنستعمل البطاطا كتير قوي. البطاطا بجيبها بغسلها كويس قوي، وبعدين بفتحها كده زي ما انتم شايفين بالسكينة كده من النص. في ناس بتحب تحطها في ورق فويل، وانا حبيت ان انا اجربها بنفسي من غير ما احط عليها اي حاجة. يعني احيانا ورق الفويل بيسرع الحاجة، بس مش هو دايما الاختيار الصحيح. انا حبيت احطها كده، والحمد لله لقيتها استوت، وطلعت البطاطا نفسها من جوه طرية. ودي من الحاجات اللي عجبتني برضو، ومحسيتش انها بهدلت لي الدنيا، زي ما شفتوها كده من غير اي بهدلة، ما طلعتش بهدلة ولا اي حاجة، ولا احتجت ان انا احط ورق فويل. فبرضو من الحاجات الحلوة اللي انا جربتها فيها. انا عايزاكم بقى تكتبولي في الكومنتات تحت، يعني ايه الحاجات التانية اللي كان ممكن نجربها في الاير فراير وانا لسه ما عملتهاش، لان انا برضو في حاجات تانية لسه عايزة اصورها لكم. وتقولوا لي برضو ايه الحاجات اللي انا وريتها لكم في الفيديو ما كنتوش مثلا متخيلين ان احنا ممكن نعملها في الاير فراير، او ان انتم متحمسين ان انتم تجربوها زيي. فعايزة اسمع كده رأيكم في التعليقات. طبعا البطاطس بقى، وطبعا ده اساسي، في ناس كتير اعرفها والله بتشتري الاير فراير بس علشان تعمل البطاطس المقلية. يعني لو بيقولوا لو الاير فراير ملهاش غير استخدام البطاطس، فهم برضو هيجيبوها وحابينها كده. طبعا يعني انا اديتها رشه زيت. بصوا رشه الزيت اللي عملناها دي لا تذكر، لا تذكر خالص جنب البطاطس المقليه، ما بتحتاجش اكتر من كده. انتوا مش مصدقين ان دي بطاطس مقليه نيه. يعني انا مقطعه البطاطس بس والله، من غير ما احطها في ميه مغليه، ولا احط عليها ميه سخنه، ولا اسيبها في شويه خل، ولا الكلام ده خالص. انا قطعت البطاطس، تعرفوا ان انا بعملها الصبح في اللانش بوكس للولاد، بعملها كده على طول في السريع. انتوا متخيلين؟ بقطع البطاطس بسرعه واحطها في الاير فراير واسيبها، بتاخد يعني حوالي ربع ساعة، وبعدين تطلع تستوي زي البطاطس المقلية بالظبط. دي بقى اللي كانت اللي هي النص مقلية اللي احنا بنشتريها فروزن اوريدي من السوبر ماركت. فكنت بوريكم الاتنين. لو انتي هتجيبيها فروزن من السوبر ماركت فما تحطيش زيت بقى خالص، لان دي اساسا خدوا بالكم برضو ان دي نص مقلية، فلو انتي بتعملي دايت فبلاشها. اما لو انت جايباها بقى للولاد عشان تعملي الصبح مستعجله على حاجه، ما عندكيش بطاطس في البيت فحطها كده باك اب في الفريزر، اوكي. لكن غير كده هي بتبقى نص مقليه اساسا، فما بتحتاجش زيت، وبتحطيها في الاير فراي بتطلع على طول.
بس يا جماعة بليز يعني الأمهات اللي بتعمل البطاطس للولاد الصبح، يعني أرجوكوا يعني انتوا لما تجيبوا البطاطس اللي هي الفروزن دي بلاش تبقى هي نص مقلية ونجيبها فروزن ونرجع نقليها في الزيت تاني، لأنها بتشرب كمية مضاعفة من الزيت. فيعني بلاش، لو انت عندك اير فراير سويها في الاير فراير على طول، ما عندكيش يبقى يستحسن ان انت ما تجيبيش الفروزن ديت وتجيبي البطاطس العادية، لانها بصراحه كميه الزيت الكتير دي غلط جدا على الولاد. هنا دي الحاجات اللي كنت شاريها معاكم في السوبر ماركت، اللي هي مشتريات الفطار، هتلاقوها في الفيديو قبل اللي فات تقريبا. فبعملها الصبح، مش قادره اقول لكم قد ايه هي منجزه، الموضوع ما بياخدش معايا وقت خالص، الصبح دي يعني مجرد 10 دقايق بتخلص على طول. فبجد هي اختيار موفق في حاجات كتير قوي، انصحكم تجربوها. في نهايه الفيديو لو ليكوا اي استفسار سيبوه في الكومنتات.